عاملين ايه؟ رجعت لكم مرة تاني في سيشن جديد. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض في الديجيتال ماركتينج، وازاي نعمل اعلانات ممولة، وازاي نشد الناس لينا، وازاي نعرف احتياجات العميل من الاول لحد الاخر عشان نعرف هو عايز ايه وبدايتنا هتكون ازاي. وبكل شكل من الاشكال نبتدي ان احنا ننتشر والموضوع يكون سهل وبسيط معانا. طبعا اخدنا كتير واخدنا ازاي نعمل ادز وازاي نعمل اعلانات ممولة، ولو انتوا طبعا بتعرفوا تصمموا فهيكون الموضوع بالنسبة لكم سهل. الاعلانات الممولة مفيش اسهل منها، حتى لو اتبعت الخطوات انت بتكون قلقان في بداية الامر، ولكن لو اتبعت الخطوات من غير ما اي حد يعلمك بشكل او باخر هتلاقي نفسك ان انت متمكن، وابتديت ان انت تمشي في الموضوع وابتديت تتعلم لوحدك. الموضوع بس عايز جراءة، ومع اول حملة انت هتعملها هتلاقي الموضوع بسيط وهتلاقي نتائج جات معاك. ممكن الاعلان ما يطلعش بالظبط او 100%، ولكن فيما بعد هتتعلم ستيب ورا التانية، هتتعلم من اخطائك. عشان كده كنا دايما بنقول ان احنا لازم ناخد بالنا من ان احنا نعمل معلومات او مرجع لينا عن كل حملة احنا عملناها. النهاردة هناخد الاعلانات الممولة على انستجرام. انستجرام ممكن نعملها بشكلين، ممكن نعملها من خلال تطبيق انستجرام، وممكن نعملها من خلال الفيسبوك. ولكن احنا علشان اتعلمنا على الفيسبوك وعلشان نكسب وقت هنتعلم النهاردة من على انستجرام. محتاج ان انا ابيع على انستجرام، لازم اسأل السؤال ده قبل ما اعرف انا امتى هحتاج ابيع على انستجرام. طبعا هحتاج ان انا ابيع على انستجرام لو انا ببيع اي حاجة تخص الفاشن، لان هو معظمه صور. لو انا ندي كورسز او شغال في مجال السياحة فمعظمه برضو صور. الناس اللي بتتابع انستجرام في الاغلب بتكون مهتمية بنفسها ومهتمية بالتصوير ومهتمية بشكل عمومي. فعلشان كده انا عايزة اعرف الاودينس بتوعي او الجمهور اللي انا بستهدفه على انستجرام ولا لا. لان احنا زي ما قلنا ان الاعلانات على انستجرام ممكن تتعمل من خلال انستجرام، او ممكن ان انا اعمل كونتنت اربطها بالفيسبوك واعملها من خلال الفيسبوك. فعشان كده لازم اعرف الاودينس بتوعي يا ترى هم على انستجرام وانا بستهدفهم، فابتدي ان انا اعمل الاعلان على انستجرام بشكل اساسي، ولا هم على الفيسبوك بس انا عايز كمان لو في شوية من الكلاينتس مثلا او الاودينس على انستجرام يجوا معايا، وقتها هعمله من خلال الفيسبوك. عامة كل حاجة ممكن تتباع على انستجرام، بس تكون بشكل الصور والكونتنت مختلف. العملاء في كل حتة في التيك توك غير الفيسبوك غير الانستجرام غير سناب شات. دايما لما تلاقي ناس بتستهدف مثلا خلايجة فبيروحوا يستهدفوا سناب شات، لما بيكونوا بيستهدفوا أجانب بيستهدفوا أكتر الحاجات اللي هي عالمية. علشان كده نعرف في الأول الاودينس بتوعنا فين قبل ما ابتدي ان انا اشتغل في الاعلان. اول حاجة لازم اعملها علشان اعمل الاعلان على الانستجرام ان اتأكد ان الحساب، طبعا دي حسابات جديدة عاملينها علشان تدريب عليكم، اتأكد ان الحساب بتاعي حساب احترافي، او بمعنى صح ان انا هبيع او متجر، مش ان انا ده حساب شخصي ليا. فانا مش عايزه حساب شخصي. انت لو عامله حساب شخصي هيبقى صعب ان انت تعمل من عليه اعلانات، لازم ان انت تحوله لحساب احترافي. فابتدي ان انا ادخل على الحساب بتاعي، بدوس على الثلاث نقط وبنزل لتحت. طبعا احنا بنعمله من على الفون المرة دي لان احنا اخدنا ازاي نعمل من على اللابتوب على جوجل ادز، وهي كانت نفس الخطوات على الفون برضو، وكمان على الفيسبوك مانجر. فعايزين ان احنا نعمله من على الفون علشان الناس اللي معاش لابتوب تبقى عارفة ومتأكدة ان هو يقدر يشتغل ديجيتال ماركتينج من على الفون عادي جدا. هاجي في نوع الحساب والادوات واضغط عليه، ابتدي ان انا ادوس على نوع الحساب. طبعا احنا محولينه احترافي زي ما احنا شايفين، فانا مش عايز احوله شخصي. لو انا حولته شخصي كده انا مش هعرف اوصل بشكل او باخر، فهبتدي ان انا احوله
احترافي زي ما احنا شايفين، يعني منشئ المحتوى زي ما احنا عاملين بالظبط. شايفين الحساب احترافي، فابتدي ان انا اتأكد ان حسابي احترافي كده. اتأكدت وتمام. اول ما اتأكد ان انا خلاص عملت الحساب بتاعي احترافي، ببتدي ان انا اكمل خطواتي عادي جدا، واجي عند اي بوست. طبعا احنا عارفين ان احنا لازم نكون منزلين اي بوست اي ريل، لان ما ينفعش ان انت تعمل ادز من غير ما انت تكون حاطط اي اعلان، علشان ان انت تبتدي ان انت تعمل له شير اوت، بمعنى صح تبتدي تروج. وليكن هناخد اي بوست من البوستات بشكل بسيط. هتيجي عند كلمة ترويج المنشور، بشكل بسيط هتيجي عند اي بوست انت منزله، سواء ريل سواء اد عادي، وتبتدي ان انت تلاقي كلمة ترويج المنشور من بره، من غير ما انت محتاج تدخل وتدور عليها والموضوع يزيد منك. لا، انا عادي جدا. فبيجيلك 3 جولز. انت عايز ايه؟ بمعنى صح، عايز يكون زيارات الملف بتاعك كتير، يعني البروفايل بتاعك يزيد فولورز، ولا عايز الموقع بتاعك الويب يزيد اكتر، يعني الناس تبعت لك، ناس تشتري؟ هنا اول واحدة هتزود عندك الفولورز، تاني واحدة هتزود عندك نسبة المبيعات، اخر واحدة هتزود ان الناس تسأل عليك. فليكن احنا هنختار اول واحدة، ان احنا الشخصي الخاص بينا. زدنا الملف الشخصي الخاص بينا، هيبتدي يسألك الجمهور بتاعك، الاودينس بتوعك انت عايزهم فين. وزي ما انتوا فاكرين في الفيسبوك مانجر كنا بنقول ان احنا لا اما نحدد الجمهور، لا اما نسيب الاي اي هو يحدد لنا الجمهور. هنا احنا محددين الجمهور مصر عادي جدا ومكملين. فنبتدي ان احنا ندوس انا عايزه استهدف وليكن مصر. هيديك الميزانية اليومية. احنا قلنا طبعا ان الميزانية نحاول نخليها وليكن 400 جنيه في اليوم، علشان تدينا نتائج بحد كويس. هنا تشغل هذا الاعلان لحد ما انت توقفه، يعني الاعلان ده يفضل شغال اوتوماتيك لحد ما انت توقفه. طبعا عشان احنا بنجرب، خلي الميزانية وليكن 0 لحد ما انت بتجرب عادي، عشان تضمن لو انت مثلا حاطط رقمك او حاجة خليها اقل حاجة، وتبتدي ان انت تدوس التالي. بيبتدي ان هو يجيب لك المراجعة الاخيرة، يعني انت عايزه فين. قالك الهدف بتاعك والجمهور اللي انت هتستهدفه، الميزانية 106 لليوم، والمعاينة لو انت عايز تشوف ان هو هنستهدف فيسبوك وانستجرام، وتشوف الحتت اللي هو هينزل فيها فين. يعني هو هينزل على الموجز في انستجرام، هينزل في الريل، هينزل في الستوري، هينزل في كل حتة، بالإضافة للفيسبوك طبعا. واحنا قلنا بنستخدم الاي اي، بنخليه معانا، بس بعد ما احنا نوجهه بنستخدم برضو الاي اي، مفيش اي مشكلة ان احنا بنستخدمه. بتدوس ترويج المنشور ويبتدي البوست يشتغل. بيقولك ان المراجعة بتاعته بعد 24 ساعة بيجيلك على الجيميل اللي انت حاطه او رقم الفون ان تمت مراجعة البوست الخاص بيك وتمت الموافقة عليه، وان انت تقدر توقفه في اي وقت لو لقيته مش شغال. وطبعا في الاول لازم وانت بتنزل البوست اظبط الكونتنت كويس، تحاول ان انت تظبط الهاشتاج بتاعك والهوك، تحاول ان انت تجذب اكبر قدر، علشان الحاجات دي برضو بتأثر. فانت هتنزلها، هو هيعمل ترويج للمنشور بهذا الشكل، هيعمل لك شير في كل حتة، ونسبة الوصول ونسبة المشاهدة هتكون على الاد اللي انت اخترته. فحاول ان انت تظبط الاد الخاص بيك بشكل كبير. حاول ان انت ما تنزلش حاجات عشوائية، ما تنزلش بوست انت ما تعبتش فيه، ما تنزلش ريل اي كلام، طالما ان انت هتدفع فيها فلوس والعميل جاي لك. حتى لو عميل جاي لك وجايب لك ديزاين مش كويس وانت شايف ان هو مش هينتشر، فحاول ان انت تقنعه ان احنا نعمل اعلان تاني وانا هعمله لك،
وحاول ان انت تزيد مثلا نسبة للبوست. يعني لو انت هتعمل بوست حاول تزود السعر حاجة بسيطة واعمل له بوست كويس من تصميمك. علشان كده بنقول دايما ان لازم يكون متعلم تصميم، يكون متعلم ازاي يعمل ريل، يكون متعلم ازاي يكتب كونتنت كويس، لان كل حاجة بتكمل بعضيها. يعني انت لازم يكون عندك خبرة في حاجة من كل شكل. فانت بتخلي الحساب احترافي، ولو انت اللي عندك انجليش فهتلاقيه نوعه بيزنس، فانت بتخليه بيزنس وبتربطه بالفيسبوك برضو علشان تقدر تعمل الاعلان. وانا هنا ربطه عشان كده بيقول لي ان هو هينزل على انستجرام بس برضو هينزل على فيسبوك بشكل بسيط. في حاجات ممكن تساعدك، ما تنسوش ان احنا ممكن نكسب من الريلز، ممكن تكسب من الستوري، كل حاجة ان انت بتاخد عليها نسبة. كل الاعلانات الممولة بيكون عائد عليك النسبة. فانت تحاول دايما ان انت تنشر فيديوز، تعمل ستوري كل يوم، تعمل كومنتس. لو انت ماسك بيدج لحد معين حاول تعمل من البيدج نفسه كومنت، حاول ان انت تحط هاشتاج ليك مخصوص. كل الحاجات دي كمان من التولز المهمة اللي احنا نحاول ان احنا نستخدمها answer the public. ده بيخليك ان انت تعرف افكار العملاء وبتجيب افكار، وده بيستخدم على جوجل. يعني جوجل بتعرفك ايه في المجال بتاعك تقدر تجيب من عليه افكار. كمان كوبي AI، لو انت مش عارف تكتب افكار للكونتنت او افكار للكابشنز او كتابة ايميلات، هو برضو بيساعدك. كمان اب سجست بيخليك ان انت تبحث عن كلمات مفتاحية تقدر تحطها الناس بتدور عليها في مجالك، فانت بتشوف المنافسين بتوعتك استخدموها ازاي وتحاول ان انت تستخدمها. جوجل كيبورد بلانر ده مجاني وبيعرفك حجم البحث او السيرش الخاص بالناس اللي بتعملها على الاعلانات دي قد ايه. اعلانات انستجرام او اعلانات الفيسبوك او اي اعلانات بشكل عام بتكون سهلة جدا ان انت تعملها، ولكن تحاول ان انت تفكر في الاول البوست اللي انا هنزله هيجيب لي ازاي ارباح، هيجيب لي ازاي بشكل عام. احاول ان انا كماركتير افهم في الاول قبل ما يكون هدفي الاخير الاول والاخير الاعلانات الممولة، افهم انا اجذب الكلاينت ليا ازاي.